قولوا لي، مهما تنوعت الوصفات تبقى الطمينة التقليدية هي لالاهم. الوصفة التقليدية بمقاديرها مضبوطة لذا ما يخرج تبقى لكم طرية مدة طويلة، ناجحة مليار بالمية. جربوها برك. لاستيس الأولى هي أنكم تقلوا السميد اللي متوسط، نوعية تكون شابة بيان سور، على نار تكون قليلة غير بشوية وخلوه يبرد. عندي هنا ليدام مارغرين ديما مميزة بزاف في الوصفات التقليدية، يعني تعطينا هذاك الذوق تاع السمن وما فيهاش بزاف كمية تاع الماء. ذوبت هنا حوالي كيلة تاع مارغرين، زدت معاها كيلة غير ربع تاع الحسل باش ما تجينيش حلوه بزاف. انا عبرت بهذا الكاس، نتوما الكيل اللي حبيتو عبروا به. رشه تاع الملح، مغرف تاع حلوه الترك، وعندي شويه تاع المكسرات. وهنا لاستيس الزوجه هي الميكسور، حبيتو ديروا كيما هكا ولا غير بالفوي تضربوا باش ما يخرج لكمش ليدام، يعني كامل يتخلط مع بعضه. والكيل تاع السميد هو كيلة ونص تاع السميد في المقادير اللي عطيتها لكم، تجيكم مضبوطه 100%. خلطوا كيما هكا وخلوها، غطوها بطبسي وخلوها، يعني قد ما تخلوها قد ما ترى لكم وتجيكم شابه. التزيين خليه لكم انتم، بدعوا كيما تعرفوا. انا معيد نحصر في مخي باش ندير حاجه شابه، بس هذا ما خرجت. درت تزيين بسيط، حاجه كيما هكا يعني. شوفوا هنايا درت لها شويه تاع المكسرات، شويه تاع الدراجي. بصح الحاجه اللي ناكد لكم عليها هي انه تجي طريه، تبقى مده طويله، يعني تجي شابه بزاف. ديروها هكا في المناسبات. نقول لكم برك جربوها، بحثوا لي تطبيقاتكم. بصحه مولودكم، سلام.